السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا الفكرة بشكل مختصر، أنت في العادة تستهلك الشامبو، الصابونة، معجون الأسنان، القهوة، تمام، وتستخدم منتجات ذات جودة رديئة قد ربما تكون السنة والسنتين والثلاث والأربع السنوات، وأنت تستهلك منتجات متعددة، أيضا مربى الأناناس، شراب الكابتشينو، الشوكولاتة الكوكوزي، طبعا المنتجات متعددة تستهلكها من البقالة العادية السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس السنوات دون أن يعود عليك أي دولار واحد أو ريال أو درهم أو دينار. الآن فكرة الشركة بشكل مختصر، أنت لست مستهلك فقط، أنت بتستهلك أولا منتج عالي الجودة، أفضل معجون أسنان في العالم، بتستهلك أيضا مثلا مربى الأناناس محتوي على فطر الجانوديرما، يعتبر من أجود أنواع الشراب، أقصد المربى، شامبو محتوي على الفطر الأحمر، والصابونة محتوية على الفطر الأحمر، منتجات عالية الجودة. احنا اتفقنا في الأول أنت تستهلك سنوات دون أن تعود عليك حتى صابونة مجانا. الآن لا، الشركة DXN تقول لك أنت الآن مستهلك ومستثمر، اشتريت مثلا في الشهر الأول القهوة، تمام، الصابونة، المعجون، الشامبو، الشراب الكوكوزي، استخدمتها مثلا، اشتريت هذه المنتجات، تعود عليك عمولة حتى من مشترواتك. أنت لست مستهلك فقط، بل أنت مستهلك ومستثمر بنفس الوقت، اتفقنا؟ طيب أنت ألست الآن شريك مع الشركة؟ يعني أنت مش بس مستهلك ومستثمر، أنت الآن شريك حتى في مشترواتك. يعني أيهما أفضل، تشتري من بقالتك أم من بقالات أخرى؟ أيهما أفضل، تشتري منتج عالي الجودة أم منتجات أخرى تدخلها في جسمك وجسم أولادك، منتجات رديئة؟ لا، أنا أولا أخذ المنتجات عالية الجودة الممتازة، ومن ثم عندما أتأكد من جودة هذه المنتجات أجيب صديقي الأول والثاني، وأتكلم مع صديقي في الجزائر والمغرب وتونس وفي كل مكان، العالم كله أمامي، بجوالي أستطيع أن أبدأ بكسب الزبائن إلى بقالتي، فهؤلاء أبحث عنهم كشركاء نجاح. تعالوا يا شباب، عندنا مشروع لشركة عالمية عندها منتجات ممتازة. طيب هذه المنتجات حتصبح مجانا، أنت جبت 3 أشخاص في الشهر الأول، عادت عليك عمولة 10 دولار مثلا، حتأخذ الصابونة والمعجون مجانا. يا سلام، اتفقنا، مجانا الصابونة والمعجون. الشهر الثاني هؤلاء الشباب اللي أنا جبتهم وتكلمت معهم وأصبحوا شركائي في النجاح، أصبحوا هم أيضا مثلي، يعني يتحدثون لغيرهم وأيضا يكسبون الناس معهم ويبيعون لهم المنتجات بعد أن يتأكدوا من الجودة. طيب بعدها حتكون عندك عمولة 20 إلى 30 دولار. أي يا سلام، الشامبو مجانا والقهوة أيضا مجانية. طيب وبعدين بعدها الشهر اللي بعده مثلا، أنا شخصيا في الشهر الرابع ما شاء الله الحمد لله 156 دولار أصبحت منتجاتي مجانية. يعني أنت تستهلك 10 سنوات ما تحصل حتى على صابونة مجانا. الآن شغل عقلك، فقط 4-5 أشهر وبعدين تحصل، مش 4-5 أشهر، بعضهم يستمر يعني سنة كله على نشاطك، لا حدود لا سقف أبدا للدخل. لدينا إخوة وأخوات ما شاء الله تبارك الله، يعني وصل دخلهم في الشهر الرابع 500 دولار، وبعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله كأختنا أم عمر في السعودية وصل دخلها في الشهر العاشر يعني أكثر من 30,000 ريال سعودي. فالمسألة عائدة عليك أنت، لا سقف ولا حدود أبدا للدخل مع هذه الشركة. أنت شريك مع الشركة بواسطة بطاقة، أعطيني بطاقة، افتح الدرج الأسفل. هذه البطاقة تقول عنك بأنك شريك رسمي مع الشركة. هذه البطاقة اسمك موجود فيها، ورقم عضويتك يتواجد في أكثر من 200 دولة حول العالم. فقط شغل مخك وابدأ عملك الحر من بيتك وبدون رأس المال. فقط استثمارك هو الاستهلاك، اللي تستهلك دائما هو استثمارك. أول استثمار لك أنك تجرب المنتج وبعدين تتحدث عن المنتج. افتح فمك مرتين، مرة عندما تستهلك ومرة عندما تتحدث. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الدكتور محمد دويد من اليمن.